السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي دودي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في كامل صحة وفي أحسن حال. النهاردة بأمر الله مع بعض هنعمل فيديو لأول مرة نعمله في القناة، وفيديو جديد جدا جدا بإمكانيات بسيطة جدا. هنعمل تورتاية بدقيق الاسبونش الجاهز. تمام، هنحتاج معانا نص كيلو دقيق اسبونش جاهز من عند العطار، بتجيبيه نص كيلو. تمام، هنحتاج معانا كمان 6 بيضات كاملين بالبياض بالصفار. هنحتاج معانا كمان معلقة صغيرة مليانة من دي فانيليا بودرة او فانيليا سايلة. بنحتاج معانا كمان معلقه كبيره محسن جل، انا نسيت اضيفه مع المقادير، هوريه لكم في اخر الفيديو. هو شبه الفازلين كده. كمان نص كوبايه ميه بدرجه حراره المطبخ، وكل مقاديرك بدرجه حراره المطبخ، والميه هنضيفها بالتدريج. ممكن تستعملي العجان. هنبدا نعمل ايه كده؟ بسم الله. هنقول بسم الله ونبدا الاول خالص ننخل الدقيق بتاعنا مره واتنين وتلاته. الدقيق ده لازم تنخليه علشان يديكي نتيجه افضل. مره واتنين وتلاته بمصفى سلك زي كده. هنخله وارجع لك تاني. الدقيق ده يا جماعه عليه كل الاضافات. لا محتاج محسن، لو انت عندك محسن جل ممكن تضيفي معلقه كبيره. ادي الدقيق بتاعي بعد ما نخلته. تمام، مطلعش منه حاجه خالص، بس لازم ننخله علشان نفتح مسامه. هضيف البيض واديله ضربه كويسه جدا بالمضرب لوحده الاول مع الدقيق لمده دقيقه لدقيقه ونص. في الخطوة دي لما بضيف البيض بضيف معاه معلقة كبيرة محسن جل. تمام، ونبدأ نمشي المضرب بتاعنا كده مع البيض الأول. أنا استعملت هنا المضرب الكهربائي، لازم يتضرب كله في اتجاه واحد. وممكن كمان تضربي الدقيق لوحده بالمضرب ضربتين تلاتة قبل ما تضيفي البيض علشان تنشطي الدقيق وتفتحي مسامه. تمام كده. هبدأ أضيف معلقة صغيرة مليانة كده من البالينيا بتاعتي اهي عشان زفرت البيض. هنا بقى ابدا اضيف الميه بتاعتي شويه بشويه. تفضلي تضربي فيه كده لمده 5 دقايق لغايه اللون ما يفتح وتحس ان هو عمل فوم. تمام، تمام كده. الخليط بتاعنا بقى ابيض وبقى قوامه هوريهولك دلوقتي يبقى عامل ازاي. يبقى كده تمام. تيجي ترسمي بيه كده يترسم معاكي اهو، ميبقاش غير كده، بينضرب كله في اتجاه واحد. وادي الحله بتاعتنا اهيت. بتجيبي المحله مقاس 22 من عندك، من اي طقم عندك، وتبداي تدهنيها دهنه زيت او سمنه بسيطه خالص، وتحطي فيها ورقه زبده، وابدا احط فيها الخليط بتاعي ده. شايفه الخليط نازل ازاي؟ شايفين؟ على فكره انا ما حطيتش الميه كلها، انت بتحطي الميه شويه بشويه، مش كل الدقيق زي بعضه، مش كل الدقيق هياخد منك نص كوبايه الميه. بنخبط الحله بتاعتنا كده عشان نطلع منها اي هوا، ولو في اي فراغات في الصينيه من تحت تبداي تدخليها بقى الفرن على درجه حراره على 180 لو الفرن عندك بارد، على 170 لو الفرن عندك حامي. كل واحده فينا طبعا عارفه درجه حراره الفرن، لمده بالظبط من 25 ل 27 دقيقه، ما نفتحش عنها الفرن. تمام كده. هنروح احطها الفرن نرجع مع بعض تاني. ادي بسم الله ما شاء الله. ادي السبونش بتاعنا بعد لما قطعته طبعا ل4 زي ما انتم شايفين. تمام كده. دي الكيكه بتاعتنا. المقطع يا جماعه اللي المفروض ان انا كنت وريتكم فيه سمك الكيكه ووقت ما طلعت من الفرن، والله العظيم المقطع ده اتحذف مني من غير ما اقصد بسبب المساحه عندي على الجهاز. بس انا قطعتها 4 ديسكات. شايفين سمك كل ديسك عامل ازاي؟ وشوفوا طريه وجميله ازاي، ولونها فاتح وجميله وطريه قوي. تمام كده. هبدأ دلوقتي معاكم بقى نركنها كده على جنب، ونعمل لها الكريم شانتيه بتاعها علشان خاطر نزوقها بيه. تمام كده. هنخليها كده على جنب هنا، ونبدأ نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. شوف هنحتاج ايه. نجيب البولة بتاعتنا زي كده، ونبدأ نحط فيها بالكوب المعياري بتاعنا كده. دي كوباية كريم شانتيه. كوباية الكريم شانتيه عليها كوباية مية. دي كوباية، هنحتاج كوبايتين. ادي الكوبايه التانية، دي الكوبايه المعياريه بتاعتنا، هنعاير بيها برضو الميه. لكل كوبايه كريم شانتيه
كوبايه ميه، طبعا تكون الميه بتاعتك ساقعه من التلاجة. ادي اول كوبايه ميه، ادي الكوبايه التانية. طبعا الكريم شانتيه ده خام، انا جايباه خام من عند العطار، فهحتاج ان انا احليه. هحط له معلقتين كده كبار سكر ابيض. لو عندك سكر ناعم عادي ممكن تحطي، عندك سكر ابيض خشن عادي ممكن تحطي. انا حطيت له سكر خشن بس يكون لونه ابيض، مش سكر التموين يا جماعه علشان بيغمق لونه. تمام كده، ونبدا نضربه مع بعض. طبعا الكريم شانتيه زي ما قلت لك الخام، ليه الخام بيوزن معاكي احسن. وغير كده انت بتحليه لو انت عايزاه محلى، لو انت عايزاه غير محلى وقت الوصفات ما تيجي تعملي الوصفات يعني بتعملي برضو غير محلى. تمام كده. ليه ما عملتش الكريم شانتيه بلبن بدل الميه؟ الميه بتدي كميه اكتر وبتدي تماسك احسن من اللبن، مع ان اللبن بيدي طعم اغنى. تمام. هبدا بقى دلوقتي اضربه معاكم، بيتضرب في اتجاه واحد. طبعا هو بياخد ضرب كتير اكتر من 10 دقايق او 12 دقيقة، وبتريحي المضرب بتاعك في الوقت ده طبعا في اتجاه واحد. انا هعمله لغاية ما يتماسك معايا وما ينزلش من المضرب. شوف هو عامل ازاي دلوقتي. هنضربه لغاية ما نبص نلاقيه، لما نعمل كده نلاقيه ماسك في ريش المضرب دي. هكمله وارجع لك تاني. لما تلاقيه كده ما تقوليش خلاص هو كده بقى تمام، لا بالعكس، ده لما نعمله كده اهو وما ينزلش معانا خالص السرسوب اللي انتوا شايفينه ده، يبقى هو كده بقى تمام ويصلح ان احنا نزين بيه التورت والجاتوهات بتاعتنا. انا لسه هكمله ضرب وبعد كده هريحه بتاع 5 دقايق في التلاجة على بال ما نعمل حاجة تانية مع بعض. فتابعيني وما تنسينيش باللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكملي معايا الفيديو عشان تعرفي باقي الخطوات بتاعة التورتايه بتاعتنا ايه. شايفين بقى، هو ده القوام اللي احنا عايزينه اهو. شايفه ازاي؟ كتله واحده في سكينه المضرب اهو. تمام كده. يبقى احنا كده عملنا الكريم شانتيه مع بعض من الالف للياء وكل حاجه معانا عشان تبقى معاكي تورته للمبتدئين بالشرح المفصل. تمام. انا هحط بقى الكريم شانتيه بتاعي ده في التلاجة 5 دقايق. زي ما احنا شايفين يا جماعه عملنا معانا صوص شوكولاته. تمام. بتروح للعطار بتقولي له عايزه قالب شوكولاته او تمن شوكولاته خام. تمام. في قوالب كمان بتتباع عنده كده، معرفش القالب ب20 او ب15. بتجيبي قالب وتبداي تحطيه على حمام ميه وتحطي معاه معلقه كبيره من الزيت و3 معالق كبار من اللبن حسب كميه الشوكولاته اللي انت جايباها. بنسيحها على حمام ميه. دي اول حاجه بنعملها قبل ما نضرب الكريم شانتيه عشان تبدا معانا تتماسك ونتحكم فيها واحنا بنحطها على الكيكه بتاعتنا. تمام. هنخليها كده على جنب. وده كده سائل تشريب الكيك بتاعتنا، عبارة عن معلقتين كبار من لبن البودرة، عليهم كوباية ونص مية، عليهم 3 معالق كبار من السكر وسنة فانيليا صغيرة خالص، ويغلوا على النار. بعد كده بناخدهم لما يبردوا نسقي السبونش كيك بتاعنا. نبدأ بقى مع بعض نكمل التورتايه بتاعتنا. وعايزة اقولك ان اي فاكهه عندك ابدأي زوقي بيها. تمام. بنحط كده حته كريم شانتيه عشان تمسك معانا التورتايه وما تفضلش تلف مننا. ناخد سائل التشريب بتاعنا ده ونبدأ نسقي بيه. ما تكتريش طبعا. لو مش عايزه تعملي بلبن بودره ممكن تعملي بسكر عادي وميه. تمام. نبدأ نسقيها كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هبدأ احط معاكم طبقه من الكريم شانتيه. ونفردها مع بعض. تمام كده. دي اول واحده. نيجي بقى للتانية. كله نفس الوضع كده، سائل التشريب. بعد كده بنحط الكريم شانتيه بتاعنا، بنقلب كده ونبدأ نسقي. ممكن تعملي بميه سكر زي ما انا قلتلك وسنه فانيليا صغيره خالص، ومش لازم تعمليهم على النار، تقلبيهم عادي لما السكر يدوب. بعد كده تبداي تسقي بيهم. وابدا احط برده طبقه الكريم شانتيه. نحاول ان احنا ما نكترش قوي بين الطبقات هنا عشان نعمل حساب للوش فوق، هو اهم حاجه، وتزويق التورتايه من بره من الجناب.
نحط الطبقة الثالثة ونقول ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. وهكذا نديها برضو سائل التشريب زي ما قلنا. وبعد سائل التشريب نحط برضو الكريم شانتيه ونبدأ نفرده، وهكذا لغاية ما نخلص الاربع طبقات. حطيت الطبقة الرابعة وبرضو هسقيها مع ان هي اخر طبقة. لما بتيجي تسقي بالفرشة بتكون احسن من المعلقة، بتوزع السائل كويس. تمام كده. على فكرة من اسباب نجاح الكيكة بتاعتك ان هي تشرب سائل التشريب بتاعها بسرعة، عشان يبقى هي كده مش مكتومة خالص، وتستقبل منك اي اضافات تحطيها. انا طبعا هزوقها معاكم بالفاكهة الطازة، عندي كيوي وعندي كمان مانجا وعندي كريز، تمام، وشوكولاتة سايحة زي ما انا وريتكم. وهنعمل احلى تورتايه للمبتدئين. طبعا زي ما احنا عارفين دي اخر طبقة اللي احنا بنحطها دلوقتي، دي اخر طبقة كريم شانتيه، ودي اخر طبقة كيكة احنا حاطينها. نبدأ بقى نكسي كل الجناب دي بالكريم شانتيه بتاعنا. تمام بقى يا جماعة، نبدأ بقى نجيب صوص الشوكولاتة بتاعنا الرائع ده، شايفين ما شاء الله عليه. لازم طبعا بعد ما تفكيه شوية كده على النار في حمام المية ان انت تحطيه يرتاح في التلاجة. تمام، نبدأ كده عشان نرسم بيه بقى على التورتيه بتاعتنا الجميلة دي كده، ونسيبه ينزل براحته كده، احنا بنتحكم في نزوله. ادي التورتايه بتاعتي بعد ما خلصتها وزوقتها. فنني واعملي كل حاجة بمزاج وبراحتك. والكريم شانتيه لوني بالالوان اللي تحبيها. انا طبعا جبت له لون صحي، لون طعام صحي. لوني وابدعي واعملي الحاجة بذوقك وبشطارتك انتي. ادي التورتايه من الاول للاخر، يلا بينا نقطع منها حتة. كمان زوقتها معاكم بالفاكهة الطازة، المانجا والكريز والكيوي. اي حاجة موجودة عندك تقدري تعملي بيها وتخترعي بيها حاجة لعيالك وتبسطيهم بأقل الامكانيات. احنا عارفين طبعا الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها كلنا. تمام، ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل لزر الجرس، ويا ريت يا ريت لو تشتركي عندي في القناة وتتابعي قناتي. وان شاء الله مع بعض هنعمل جاتو بأقل الامكانيات الموجودة في بيوتنا عشان برضو نفرح اولادنا. تمام، ايه رأيك بقى في التورتيه الجميلة دي؟ وما خدتش معانا وقت خالص. ما تصعبيش على نفسك حاجة، كل حاجة سهلة جدا. وابدأي في الحاجة وابدأي فيها وحاولي ان انت تجربي في اول مرة. حتى لو الحاجة باظت منك يبقى انت خدتي شرف التجربة. تمام، وفي المرة التانية هتنجح معاكي. صوص الشوكولاتة يا جماعة لازم يبقى تقيل معاكي ويتحط في التلاجة، ما يبقاش بره التلاجة عشان تقدري تتحكمي فيه. والكريم شانتيه بيتحط برضو في التلاجة عشان نقدر نتحكم فيه. اشوف وشكم في وصفات كتير، والسلام عليكم ورحمة